انه الشيء الاكيد لا يحتاج الى تاكيد. يعني لما نقول هذه شمس، فانا مش محتاجه اقول دي شمس جدا، دي شمس بطريقه فظيعه، ده شمس قوي. لا، هي شمس خلاص، مش محتاجه اي تاكيدات. وبالتالي وعلى نفس المنوال اتكلم مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاه، وقال انه لو حضرتك سعيد وحضرتك ما عندكش مشاكل، فانت مش محتاج كل يوم الصبح تصحى وتروح تقف قدام المرايه وتقول انا مبسوط جدا، انا سعيد، انا الدنيا مش سايعاني، انا فرحان قوي. خليني اقراها لكم من عنده. بيقول: يعلمك كثير من مرشدي المساعده الذاتية أشكالا جديدا من الإنكار، ويحقنونك بمختلف أنواع التمرينات التي تمنحك إحساسا طيبا على المدى القصير، لكنهم يتجاهلون الأسباب العميقة. تذكر أن ما من أحد سعيد حقا يجد في نفسه حاجة إلى الوقوف أمام المرآة ليخبر نفسه بأنه سعيد جدا. طيب، كل الكلام ده أنا بحكي ليه؟ بحكيه عشان نتكلم عن حاجة بتحصل في حياتنا بمجرد وقوع الأحداث الصعبة والحزينة والمؤسفة، وهي الإنكار.